الحقيقه تعبت جدا جدا على الفيسبوك ماركت. كل العربيات تقريبا اللي شفتها على الفيسبوك ماركت كنت كل ما اشوف اعلان يقول بدون جنيه مصروف بدون جنيه مصروف. كنت كل ما اروح بقى عشان اشوف اللي بدون جنيه مصروف ده. يعني في واحده انا علمت معايا جدا، رحت عشان اشتري برضو جيب رينيجيد واتفاجئت ان هي بعد ما قالت ولا جنيه مصروف على الاعلان رحت لقيت الفانوس اللي ورا مكسور. وبعدين قلت لها طب ما الفانوس مكسور، قالت لي لا دي حاجه بسيطه كده. الازاز اللي قدامي مشروخ، طب ما معلش دي حاجه بسيطه برضه تتعمل في منت في ثانيه. فطبعا تعبت جدا من الفيسبوك ماركت. دكتوره ولاء منير، طبيبه ومديره عن مستشفى. لا طول عمري بجيب العربيات زيرو، بس دي اول مره اقرر اشتري مستعمل في حياتي. ايه العربيه اللي انا استقريت عليها؟ جيب رينيجيد ان شاء الله. اسهل جزء في تجربتي مع سيلندر هي طبعا الموافقه بتاعه التقسيط، دي كانت رهيبه يعني. بلس انه طبعا لما جيت عشان اشوف العربيه اول مره، اللي كان بيتكلم معايا عن العربيه السيلز مان كان فيري بروفيشنال، شرح لي العربيه بالتفصيل الممل، من اول حاله الكاوتش لحاله السقف اللي بيتفتح، كل حاجه شرحها لي كامله يعني. احلى حاجه عجبتني في الموضوع ده ان هم بيجيبوا العربيه لغايه البيت، عندك اوبشن العربيه تجيلك هوم فيزيت، ودي كانت حاجه بالنسبه لي جديده جدا وحلوه جدا. بيجيبوا العربيه متشاله على ونش وانت تجرب تسوقها في الشارع لايف عند بيتك، which is something very exciting، وحاجه انا ما شفتش حد بيعملها قبل كده. وده يدل على ان هم واثقين من نفسهم قوي، وواثقين من الحاجه اللي هم they are serving people بيها، السيرفيس اللي بيقدموها. وبعد ما بتحجز العربيه وبتجيلك هوم فيزيت او بتيجي انت تسوقها في سيلندر تيست درايف، بتقرر بقى اذا كنت هتشتريها ولا هتغيرها وتجيب واحده ثانيه. لو هتشتري مستعمل سيلندر، طبعا سيلندر بدون منازع، لانه بيضمن العربيه عندك ماني باك في اول 7 ايام، اول 3 شهور، 90 يوم. اي حاجه عطلت في العربيه الا لو انت يعني خبطتها في حيطه، بس لو حاجه مثلا في الموتور في الفتيس وات ايفر بترجع لهم بيها تاني. فحاسس بامان فظيع وانت بتشتري عربيه مستعمله واخدها من مكان كريديبيليتي فظيعه ومصداقيه هايله وشو روم اكنه معرض بالظبط. فطبعا هنصحها بسيلندر.